سما. بحب اسمي، بيحسسني إني غالية وصعب الوصول ليا. بيقولوا عليا حلو، الرجالة طبعا بيقولوا لي إن فيا حاجة إكسترا. كلهم بيقولوا الكلمة دي. بصراحة هم كلهم بيقولوا نفس الكلام، نفس الطريقة، نفس التنهيدة، رقة الصوت وقت النحنحة والصوت الخشن لما يبقى عايز يعمل ذكر. كل واحد فاكر نفسه إنه مختلف، بيقول كلام جديد، لكن في نفس الوقت هو عارف إن عنده حتتين كده بيقولهم لكل بنت وأي بنت. صحيح اللي بيعجبوا بيا كتير وبيشوفوني ست زي ما الكتاب بيقول. أنا مش عارفة أصلاً إيه الكتاب ده، بس المهم أنا حبيت مين وبحب مين. أنا مفيش في حياتي راجل غير اللي قاعد على السرير ورايا ده. هو ده حبيبي وروحي وعقلي وكل حاجة. بغنيله، برقصله، بأكله، بدلعه. مش ممكن يكون في راجل في الدنيا أسعد منه. حازم سيف الدين، اسم سينمائي وشكلي كمان والله. هانيا أختي مش عارفة تجيب لي عروسة حلوة وصغيرة. ما أنا كمان بقيت 35 سنة، يعني كبرت. مش كبرت قوي يعني، بس مش عشرينات. العشرينات برضو حاجة تانية، بتدي اطمئنان وأمل للواحد. بس أنا لازم بقى ألاقي عروسة ويبقى عندي أطفال كتير. بصراحة أنا عايز كده قوي. بيقولوا البنات مش لاقيين عرسان. طب هما فين البنات دول؟ يا هاني، صباح الفل يا حبيبتي. اخبار محمد والولاد ايه؟ طب الحمد لله تمام. عروسه جديده ولا ايه؟ مطلقه وكمان مخلفه؟ ايه يا بنت، انت شايفاني معيوب ولا ايه؟ ده انا جان. ده انا لولا الهندسه بس كان زماني بقيت نجم سينمائي. لا لا لا، انسي الموضوع ده خالص، انسيه. بس زي ما بقولك، يلا بقى روح شوف انت بتعملي ايه عشان عندي شغل. يلا حبيبتي، باي باي باي. سمسومة حبيبتي، عايزاكي تعملي لي حاجه مهمه. أيوة حبيبتي، عايزة إيه يا ماما؟ عايزاكي تعملي لي فيسبوك. نعم. الحقي يا ريكو، ماما عايزة تعمل فيسبوك. والله العظيم، دخلت عليا المطبخ وأنا بعمل الأكل، قالت لي سيبي الأكل وروحي اعملي لي أكاونت. راسها وألف سيف إن هي تدخل على الفيسبوك. يا بنتي دي عمرها ما قعدت قدام كمبيوتر أساسا، دي بتخاف منه. هعمل لها إيه؟ المهم ابقي تعالي تغدي معانا، أنا عاملة مكرونة بشاميل. الو، ايوه يا هاني. ايوه حبيبتي. اقول لك ايه، انا بعمل مكرونه سباكيتي بس طلع شكلها عجيب قوي يعني. حطيت كل اللي انت قلتي لي عليه، ملح والبهارات وكل الكلام ده. ايه؟
لا نسيت اسلقها. طب طيب يلا باي سلام. ايوه يا ماما. خير يا حبيبتي؟ ايه يعني ايه مش عارفه تدخلي على الاكونت بتاعك؟ طب بصي يا ماما، الموضوع سهل جدا، انت بس مش متعوده لسه على الفيسبوك. خشي اكتبي اسمك ودوسي عليه بس كده. يعني ايه ازاي تكتبي اسمك وتدوسي عليه؟ طب بصي لما اجي هبقى اشرح لك الموضوع ده. اوكي ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا باي. باي يا ماما، سلام. كفايه عليا بقى اللي انا فيه. باي باي. صبرني يا رب، صبرني. ايوه علاء يا اخي قابله انت، احنا متفقين على كل حاجه. طيب هخلص مشوار البنك وهجيلكوا على المكتب على طول. يلا مع السلامه. باي باي. يا صباح الفل، الحمد لله على السلامة. تعالي بظهرك بقى ولم كل شمال وانت داخلة. ضيقه قوي. ولا ضيقة ولا حاجة، اعملي زي ما بقول لك بالظبط يا انسة. انسة؟ يلا. ها الله يخليك. لحظة معلش. تعالي. ها يلا كله شمال بقى، كله شمال. يلا. ها يلا يا انسة. ها اهو شمال اهو. يلا ورانا ناس. ها تعالي. وبعدين بقى في التخلف اللي على الصبح ده. اطلعوا قدام سنة. يلا يا ستي. بقول لك بالظبط. تعالي. يلا. لا انا لو استنيتها مش هخلص. ده الشغل يا انس، ده الشغل. عادي سهله يعني. ايوه يا ماما خلاص سحبت الفلوس وجايه. خلاص يا ماما بقى مش لازم كل شويه تكلميني. صباح الخير يا استاذ حازم. صباح الخير. ايوه الايداع لسه ما تمش، مش عارف ايه سبب التاخير. انا لا مش على الفاضي طبعا، كان عندي حاجات اعملها في البنك. طيب حاجة والنبي يا ست. ايه ده لله خضتيني؟ والنبي. حاجة لله والله نفسي اكل. طب بقول لك ايه، هكلمك تاني. سلام. اجيب لك منين طيب انا؟ يا نهار اسود، مش الشنطة بتاعتي. شنطتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لقيت الشنطه. انت كويس؟ تمام الحمد لله. بس برافو عليك بجد، ما شاء الله عليك، سريع جدا. ميرسي. شوفي كده، شوفي يمكن تكون ناقص فيها حاجه ولا حاجه. لا تمام كل حاجه موجوده. كله تمام. ميرسي بجد، الحمد لله.
يلا اتفضلي. انت بجد انسان محترم وذوق قوي، فظيع بجد فظيع يعني. انت مش عارف اللي عملته معايا ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. انت خليتني اسعد واحده في الدنيا. اصل انا بكره ان حد ياخد مني حاجه غصب عني. انا مش عارفه اشكرك ازاي بجد. على فكره انا ما عملتش حاجه، اي حد في مكاني كان ممكن يعمل اللي انا عملته ده. لا طبعا بيتهيألك. اصل انا حصل معايا نفس الموقف ده بالظبط من شهر كده، والشنطه اتسرقت مني من العربيه ومحدش عمل حاجه. نفس الموقف هو هو وكانت برضو في بنت جت قالت لي هاتي اي حاجه، وبعدين ايه ده؟ إيه لحظه في إيه؟ واحده. في ايه؟ تصدق ان انا شاكه انها ممكن تكون نفس البنت؟ لا اكيد بتهزري. لا والله العظيم هي. اما قصدينك ولا ايه؟ ولا انت طيبه زياده عن اللزوم؟ قصدك تقول ان انا عبيطه صح؟ لا لا ابدا، ما اقصدش ان انت عبيطه. على فكره انا ما اقصدش. لا عادي. انا المره الجايه عموما هبقى اخلي بالي. ميرسي، تعبتك معايا قوي. ميرسي. طب تحبي اوصلك في اي حته؟ لا خلاص مفيش داعي، انا عربيتي مع. يا نهار اسود، عربيتي فين؟ طب اهدي بس. مش لاقي عربيتي. اهدي، هي نوعها ايه؟ يا منادي، نعم. عربيتي فين؟ انت يا دوبك مشيتي من هنا جه الونش خدها وطار. يعني ايه يعني رفعوه قدامك كده وانت قاعد ساكت؟ يا سلام، ده انت طيبه قوي، ده الحكومه عملناها ايه يعني؟ طب ولا اهدي على بس. باب الله. اعمل ايه دلوقتي؟ اهدي بس انت ممكن تيجي معايا في العربيه تلاقيهم حاطينها قدام هنا ولا هنا. لا خلاص انا هتصرف، انا مش عايزه اتعب حضرتك اكتر من كده. معلش. ميرسي. على فكره انا مهندس واسمي حازم سيف الدين، انت ممكن تثقي فيا. اتفضلي تعالي معايا. ربنا يوفقك. في امين هنا اهو، خلينا اساله كده يكون عارف حاجه ولا حاجه. انا اسفه يا باشمهندس على الموقف ده، بس تفتكر هنلاقي العربيه؟ اكيد هنلاقيها، هي مش مسروقه يعني، ده الونش اللي شال. هروح اساله واجيلك. اوكي. السلام عليكم. يعني كان في عربيه كده كانت راكنه كده من فتره كده اهو. بيعدي كل قد ايه الونش؟ شكرا. خير. ايه ده؟ الله، شكلك حلو قوي. ميرسي. اصلا من شويه لما كنا بنجري ورا الحرامي كان يعني شعري. المهم يعني الامين قال لك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، قال لي ان الونش بيعدي كل نص ساعه. انا رايي ان احنا نستناه هنا، انت ايه رايك؟ لا انا كده هبقى بعطل حضرتك قوي. انا ممكن استنى في اي كافيه لغايه ما الونش يجي. طيب تحب اوصلك؟ اوصل. معلش سوري اتاخرت عليك، التواليت كان زحمه شويه. ده انا بصراحه محرجه من حضرتك بشكل. ليه؟ بالعكس، انا اللي اصريت ادخل. ده انا خايف ان انا اكون فرضت نفسي عليك يعني. فرضت نفسك عليا ازاي بس؟ ده انت انقذتني. يعني لولا ان انت جريت ورا الحرامي كانت الشنطه راحت باللي فيها، وكمان المرور شال العربيه. يعني لولاك كنت زماني دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. تحب تشرب ايه؟ لا مفيش داعي، انا مش هشرب حاجه. بس انت اكيد محتاج تشرب حاجه بعد المجهود اللي بذلته والجري اللي جريت ورا الحرامي. جسمك اكيد محتاج سكر. سكر؟ انت اللي سكر والله. ميرسي. ما قلتليش صحيح، انت اسمك ايه؟ انا اسمي سما. سما؟ حلو. ما اعتقدش ان انا عرفت حد بالاسم ده قبل كده. بيقولوا يعني ان كل بني ادم ليه نصيب من اسمه. مش عارفه بقى، انا ماليش قوي في الحاجات الفلسفيه دي، بس اسمي بالذات انا ركزت فيه. وبعدين بابايا الله يرحمه كان بيقول لي ان السما بتحتوي كل شيء وهي ابعد من كل شيء. في نفس الوقت صعب الوصول ليها
وفي نفس الوقت ما نقدرش ان احنا ما نبصلهاش. انا مش عارفه بقى انا فيا حاجات من اسمي ولا لا. والله الناس بقى هي اللي تحكم. ولو اني شايف يعني ان السما شكلها حلو وزي القمر، والصفات دي كلها انا شايفها فيكي بصراحه. ايه الجو ده بقى؟ انت بتعاكسني ولا ايه؟ انت كده هتخليني اقلق منك. لا ابدا والله انا ما اقصدش يعني. انا اسف. تفتكر الونش هيجي امتى؟ يوم غريب جدا بجد، حركه بايخه يعني، واحد يجي من الشباك والتاني يقوم هابش حاجتك من الشباك التاني. هابش؟ قلت لي بقى انت خريجه ايه؟ ايه ده؟ هي هابش دي كلمه بيئه قوي يعني؟ على فكره دي كلمه عاديه خالص، وبعدين انا خريجه اداب فرنساوي جامعه القاهره، يعني متعلمه كويس. حلو. الونش الونش. بتقولي شبه عمر الشريف؟ مش شبهه وشبهه يعني يا رهام، بس نفس الفصيله المز دي. بعدين سيبك من شكله خالص، عارفه كده تحسيه راجل تقيل ذكر راسي، وفي نفس الوقت صايع ولف، بس برضه ابن ناس. وعلى فكره معاه فلوس كمان، عربيته تحفه. عارفه يا بنتي النوع اللي تنزلي السوق تسالي عليه يقولوا لك كان فيه وخلص؟ هو كده. يا اختي عارفاه، ده كان فيه خالص من زمان قوي. بس معقوله واحد زي ده يكون ما ارتبطش كل ده؟ اوعى يكون متجوز. لا 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 مش متجوز، ودي حاجه تفوتني برضو، انا ما سالتوش بس ضربت بعيني في ايده الشمال لقيته مش لابس دبل. يا اختي كلهم بيقلعوها. لا 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 بس ده مش كده، ده هو كمان كان عمال يبص على ايدي عشان يشوفني لابسه دبله ولا لا، وبعدين كان قاعد ريلاكس كده وعمال يبص لي في عيني ويسبل لي. لا طبعا مش متجوز. المتجوزين يا بنتي بيبقوا قاعدين لا على حامي ولا على بارد، تلاقيهم عمالين يبصوا حواليهم كأنهم هربانين من السجن. لا مش متجوز. كفايه كده، انا فيصت وتعبت. تمام، احنا اصلا مش ناقصنا غير التقرير النهائي وهو مكتوب. بكره السكرتير يبيضه ويطبعه وخلاص. تمام، اتفضلوا يا ستي. يا عم مالك؟ فهمت بدري ليه كده؟ بقول لك ايه، النهارده عيد ميلاد مايا، انت نسيت ولا ايه؟ لا مش ناسي، بس بفكر اعمل حاجه تانية خالص. يا عم فكك بقى من الشغل، ما احنا مظبطين الدنيا اهو خلاص. عايزين ننبسط شويه. انا ما صدقت ان انا هشوف ناس تانية بقى غير مهندسين المكتب وعمال المواقع والجو ده. ورحمه ابوك يا شريف، ورحمه ابوك لا تيجي معايا. لو ما روحتش انا مش رايح. خلاص هاجي بس همشي على طول. عندي مكالمه مهمه وخايف بصراحه تكون سما بتنام بدري. سما مين يا برنس؟ شغلنا تراك ودينا علينا الصوت علينا، شغلنا تراك ودينا علينا الصوت علينا، وتعبنا لحد ما جينا والناس سمعت اغانينا. يلا نولع كل الدنيا الدنيا، يلا نولع كل الدنيا الدنيا، يلا نولع كل الدنيا الدنيا، يلا نولع كل الدنيا الدنيا. تيجي الميكسة تعمل شوك، تيجي الميكسة تعمل شوك، تيجي الميكسة تعمل شوك، تيجي الميكسة تعمل شوك، تعمل شوك تعمل شوك تعمل شوك تعمل شوك 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 شوك. يا عم اتجوز زباله ده. احنا برضه يا زوما يا اخويا محتاجين زباله من النوع ده، حاجه كده ركلاشه. يا سلام يا زوما، يا سلام لو تبقى الزباله كده على طول، كنا بقينا احلى بلد في العالم. اتفضلي. سهل. ركلاشه. مايا ارقص جامد يا كبير، كسر قوانين اللعبة، اعمل حركات كده صعبة، كسر قوانين اللعبة. هاي مايا، هاي. كل سنه وانت طيبه يا بيبي. انت طيب. جبت لك حزمه اهو زي ما وعدتك. طب والله العظيم، والله العظيم لما كنت جيت النهارده انا عيد ميلادي دوت ملوش اي لازمه. اشمعنى يعني؟ هو انت ما تعرفش ان انا من ساعه ما شفتك مع علاء وانا بفكر فيك ليل ونهار؟ ركلاشه. عماد بيبي بتطفي السيجاره دي. تأمريني يا حياتي. اعرفك باشمهندس حازم، عماد جوزي. تشرفنا يا باشمهندس، منور المكان كله.
على فكره بقالها يومين ملهاش غير سيرتك، لدرجه اني بدات اغير منك. لا معقولة، دي مايا دي أخت فاضلة. طبعا اخت فاضله. يلا ارقص وانبسط مع اختك، عيش. رقصني. لا أنا ماليش في الرقص. في حد يقدر يقول لي مايا لا؟ ده حتى عماد يزعل منك قوي. انا كده ازعل واتاثر، هتاثر انا. لا 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 لا، ما اقدرش على زعل عمده، ده حبيبنا رقصها. ايوه اعتبرها اختك، عيش. وانت بقى ايه حكايتك؟ مش هتشوف لك اخت؟ لا ما تقلقش عليا، أنا هتصرف. على فكره انت هنا في بيت اختك وانا جوز اختك، عيش عيش. الاركان موجوده عندنا هنا في مصر، انا كانت في سامي علاء. فحتى انا سالته قلت له يعني بتعتقد. الو. ايوه يا ريكو، عامله ايه يا حبيبتي؟ عادي مفيش، بحطت ايدك. اديني قاعده اهو بتفرج على يوسف الحسين. لا مفيش جديد. لا يا اختي ما تكلمش، مش عارفه بقى، هو حر. اصلا هو اللي طلب رقم تليفوني. خلاص بقى طز فيه. يا سما حبيبتي تعالي اقعدي معايا بدل ما انت قاعده كده لوحدك وسايباني قاعده لوحدي. ثواني ثواني يا ريكو. ايه يا ماما حرام عليكي، ما انا كنت قاعده معاكي مسكتي في خناقي ونكدتي عليا، يبقى خلينا كده حلوين احسن. سيبي اللي في ايدك وتعالي علميني ازاي انزل الصوره على الفيسبوك. حاضر بعد ما اخلص المكالمه. بصي بطن الواد علينا ازاي؟ يا شيخ حرام عليك الواد كده يعيا. والله يا سما الواد ده لو عيا ما هقعد بيه، انا بقول لك اهو، انا خلاص بقاش فيا، مش قادره استحمل ان انا اشيل واد واقعد اهز فيه يمين شمال، ركبي مش شايلاني، انا بقول لك اهو. حاضر. يا ريكو انا خلاص مش قادره، ماما هتجنني، هتخليني انتحر، مش قادره والله. ما انت عارفه طنطك سهام طول اليوم يا بتزعق يا بتتريق يا بتقول لي ان انا ما بيتمرش فيا ومش هعرف قيمتها غير لما تموت. لا والجديد بقى، خدي الجديد عندك. هتفضحني على الفيسبوك، عايزه تنزل حاجه مش عارفه ايه على الوول، فما عرفتش تنزلها، منزلها على الستيتس. تخيلي بقى، من سهام الى سما، اول مصحف زي ما بقول لك كده. لا ومش بس كده، هرياني كومنتات بقى، بنوتي احلى بنت، بنوتي قمر الزمان، وهنا في البيت بتديني بالشبشب. ايه ده؟ ثانيه واحده. اقفلي اقفلي يا ريهام، اقفلي بسرعه، حازم معايا على التليفون من الناحيه التانيه. يا لهوي يا لهوي. الو. ايوه. مين معايا؟ ازيك يا باشمهندس؟ امال اقول لك ايه؟ ازيك يا حازم؟ لا انا ما بعملش حاجه، يعني قاعده كده، كنت بتكلم مع واحده صاحبتي في التليفون. يا لهوي لسه سايبه بطن الواد عليا انا؟ يا شيخ حرام عليكي، انت انت. بس معلش ثواني الو مش سامعه كويس، معلش ثانيه بس اوطي التلفزيون ثانيه واحده. حرام عليكي يا ماما، معايا مكالمه ايه وزفت ايه؟ يا شيخ حرام عليكي، هي شغلانه انك تغطي بطن الواد؟ الواد كده يستقوى ويسهل. ايه يا ماما جرالك ايه؟ ايه الكلام الغريب اللي عماله تقوليه ده؟ الواد اسمه تامر على فكره، وانت عارفه كده كويس. وبعدين انا بتكلم مع واحده لسه متعرفه عليها من قريب، تقول علينا ايه وهي سامعه كلامك الغريب ده؟ ايه استهوى ويسهل؟ ايه الكلام البلدي ده؟ شوفي البنت مش عارفه بتكلمي دلوقتي يا اختي؟ لسه صاحبتك على السماعه؟ لا خلاص، خط قطع. وادي بطن الواد. ها؟ ادي بطن الواد. تعالي يا حبيبي اهو. ارتحتي؟ ارتحتي يا ماما؟ واقف لوحدك ليه؟ لا ابدا، دخان كتير بس جوه، اتخنقت. هو في ايه؟ ما تيجي نجيب من الاخر، هو انا مش عاجباك؟ بالعكس انت زي الفل، بس مش مهم تعجبيني انا، مهم تعجبي جوزك امان. عماد ايه وجوزك ايه؟ ايه الكلام القديم ده؟ افهمني بقى يا باشمهندس، ده اللي ما بيشوفش من غربال يبقى اعمى. بص بقى من الاخر، انا هكلمك النهارده بالليل. انا معايا نمرتك،
هما كلمتين. ما يا شناوي لما تحط حد في دماغها هتجيب. ايه الفجر ده؟ الو. الو. هو ايه اللي حصل؟ لا مفيش، الشحن قطع. طيب تمام. انت فين؟ لا ابدا، انا في عيد ميلاد بس. طب بقول لك ايه، ينفع اكلمك لما اروح؟ لا طبعا، يعني ممكن تكلمني بس لو ما ردتش هبقى نمت. اوكي. طيب ماشي، يلا باي باي. باي. الو. ايوه يا ريكو، مش قلت لك هيتكلم؟ مش بقول لك يا بنتي انا فيا حاجه اكسترا؟ بس بقى دخلت عليا طنطك سهام مره تانية وادتني وصله من اياهم. مفيش، على ان تامر بطنه عريانه والكلام ده اللي انت عارفاه. ده بقيت في نص هدوم. ايه؟ لا لا لا، ما يعرفش طبعا ان انا عندي ابن. ما جاتش الفرصه ان انا اقول له. ماما يا حبيبي يا حبيبي. بقول لك ايه، انا عايز امشي حالي. ليه النكد ده يا معلم؟ ده انا لسه مظبط موزتين جامدين قوي، هواجب معاك في واحده فيهم. هتيجي معايا ولا مش انا؟ طيب خلاص، حاضر حاضر هاجي. مايا احنا هنطير احنا بقى، ها؟ يبقى سلمنا على جوزك يا اسماعيل بيه. ادخل وافتح النور. طب بذمتك احنا هنقعد نعمل ايه هنا؟ وما تقوليش هنلعب ماتش بلاي ستيشن عشان مش لاعب. اه طبعا، علشان بتتقطع كالعاده. انا كمان ماليش نفسي العب. ايه ده؟ بص بص، البت اللي كنت بظبطها بقى بتقول لي ايه؟ فاتك نص عمرك يا علاء. اعمل فيك ايه يا حازم؟ الله يسامحك. ليه مشيتنا بس؟ زمانها ولعه يابا. يا عم ولد ايه بس بتاع ايه؟ ايه السهره اللي احنا كنا فيها دي؟ ولسه في ناس كده؟ شفت الراجل برميل جوزها ده؟ هو عامل كده ليه؟ عمده ده جميل ومسالم خالص ومالوش دعوه باي حاجه في اي حاجه. وعلى فكره بقى، ايه؟ بنت مايا مال؟ حطاك في دماغها وهتجيبك. والله لما تقف على ضوافر رجليها. خلاص بقى يا عم، احنا كبرنا على الكلام ده. انا عايز اتجوز. يا عم بقى جواز ايه بقى وزفت ايه؟ ما احنا جربنا حظنا في الجواز انا وانت. بذمتك انت كنت مبسوط؟ يا راجل بلا خنقه بقى وقله راحه. ما هو مش عشان تجربه فاشله يعني هقفل من الجواز خالص. ما انا ابويا هو الله يرحمه جوز امي بعد 3 جوازات فاشله، والحمد لله عاشوا حياتهم زي الفل وماتوا الاتنين في اسبوع واحد. يا اخي انا نفسي اخلف بقى. لا 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 لا، انا كده فل قوي، بلا خلف بلا كلام فاضي. ما قلتليش صحيح، ايه حكايه سما دي؟ انا جايبك بقى علشان خاطر كده. بص يا سيدي، انا كل اللي اعرفه عنها اسمها سما الشربيني، وساكنه في المهندسين، وبتشتغل بارت تايم كده في الحاجات اللي هي الايفنتات والافراح والحاجات دي يعني، وبتروح نادي الصيد. طب ايه نظام الفيسبوك بتاعها؟ ملهاش اكونت؟ جربت ادخل عليه بس ما وصلتش لحاجه. تلاقيها بقى من اللي بيسموا روحهم بوسي كات ولا أميرة الأحزان ودموع قهاطي والجو الفاكس ده. بص يا معلم، أنت تحاول تجيب الأكونت بتاعها، خش أنا وأنت نشوف الأصدقاء المشتركين بينا إيه، وأنا هجيب لك تراثها كامل. قشطة؟ تمام. الساعة داخلة على 1 وما اتصلش. حتى لو اتصل دلوقتي مش هرد. أنا قلت له إن احتمال أنام بدري. طب أعمل إيه دلوقتي؟ أرد ولا ما أردش؟ هرد. ألو؟ الو، انت نمتي؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعه 1. طب سوري معلش صحتك من النوم. خلاص كملي نومك ونتكلم بكره. لا لا خلاص عادي مفيش مشكلة. انت اخبارك ايه؟ تمام، انا تمام. ايه قولي لي بقى، كنت بتعملي ايه قبل ما تنام؟ لا مفيش، عادي يعني شوية TV على انترنت فيسبوك كده يعني. ايه ده، انت عندك اكاونت على الفيسبوك؟
ايه ده؟ طبعا يعني ده عم عبده البواب عنده اكونت على الفيسبوك. بس ليه؟ قولي لي اسمك ايه بقى على الفيسبوك؟ بص بقى، اكتب سما وبعد كده اكتب الشربيني بس من غير الال، يعني هتكتب الشربيني. الشربين يعني؟ والال ايه؟ سايلنت ولا ايه؟ عادي يعني، لام شمسيه. كمان لام شمسيه؟ هو الانجليزي فيه لام شمسيه كمان؟ قلت لي بقى انت خريجه ايه؟ ميرسي. اخيرا وافقتي تشوفيني. ايه التقل ده بس؟ ده مش تقل ولا حاجه، بس متهيألي يعني ما كناش نعرف بعض كويس. وبعدين سوري احنا متقابلين في الشارع اصلا. بس بصراحه لما اتكلمنا مع بعض وعرفتك اكتر وعرفت عنك حاجات كتير اتشجعت ان انا اخد القرار. عندك حق، بس انا عايز اعلق على حاجه كده انت قلتيها، انك عارفه عني حاجات كتير، وده طبعا مني انا اللي قايل لك، بس انا حاسس بقى ان انا ما اعرفش عنك غير حاجات قليله. هو انت سألتني على حاجه انا ما جاوبتش عليها؟ صح. تحبي تاكلي ايه؟ انا مش جعانه قوي، ممكن اكل سيزر سالاد. ازاي بقى يعني؟ اول مره اعزمك فيها مش هتتعشى معايا؟ معلش اصل انا كل يوم بتعشى سلطه. ممكن تبلغ الاوردر بتاع السلطه وانا عقبال ما اشوف بس في المنيو هاكل ايه. تحت امرك يا فندم. الواحد جعان جدا لدرجه مش عارف هو هياكل ايه. ردي على التليفون لو عايزه. لا مش مشكله، دي ماما اكيد بقى عايزه تتسلى وترغي وكده. بقول لك ايه، انا ممكن اساعدك، انا بفهم كويس قوي في الاكل. بجد؟ طب يا ريت، اصل كمان مكتوب كله بالفرنساوي وانا ضليع في الفرنساوي. يا عم انا اداب فرنساوي، انت نسيت ولا ايه؟ ارجوكي بقى. بص بقى يا سيدي، في بوف بورجينيون، ده حلو قوي، ده بيف بالريد واين. وفي كمان كوكو فان، ده بيبقى تشيكن معمول بالمشروم والريد واين برضو. ايه رايك؟ حلو قوي. ردي، يمكن مامتك عايزاكي في حاجه مهمه ولا حاجه. ماشي. الو. ايوه يا ماما. الو، انت فين يا ست؟ الواد عمال يسهل وعمال يقشط ويرجع عليا لما غرقني. عنده اسهال في لونه وريحته مش حلوه. انت تسيبي في ايدك وتيجي دلوقتي حالا تشوفي ابنك. طب في ادويه عندك ممكن تديها لي؟ ادويه ايه بس يا شيخه وزفت ايه؟ حرام عليكي، ده انا اتهديت من كتر شيله. وانا لكم مش شايلاني اصلا يا شيخه. بلاش مسخره، تعالي شوفي ابنك.
هو انتوا تخليهم يضربوا عيالكم؟ جاتكم القرف. بس يا روحي بس يا روحي بس. اوكي باد بروبليم، انا جايه على طول. حاضر حاضر يا ماما، يلا باي باي حبيبتي. ايه خير، في حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه. مين اللي عيان؟ ابني. ابنك؟ انتي متجوزه؟ اكيد لا، متطلقه. تمام. مالك محسسني انك اكتشفت حاجه خطر قوي يعني؟ لا ابدا، انا بس اتفاجئت. اتفضلي. ميرسي. حضرتك قررت تتعشى؟ لا انا عايز اجل العشاء شويه، ممكن اخد قهوه مظبوط لو سمحت؟ تحت امرك. شكرا. اتفضل. طب معلش بعد اذنك، انا لازم امشي عشان ابني تعبان. ايوه بقى يا حنين على الوسط يا اسي. والله طول عمري بقول عليك بيع. انا برضه اللي بيع يا بت. يا بت انا بس بتكلم بلغتكم كده عشان ما تحسوش بغربه هنا. ده انا اعرفك من ايام كوافير حميده اللي في الدوران ولا ايه؟ لم لسانك بقى. ماشي، ما انا برضه ساترك وغطاكي، ما تقلقيش يا روحي. اوبا 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 اوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا عمده يا خاربها. حبيبي وشك منور وصحتك رضع. شكلك بتاكل جبنه مثلثات وبتشرب حليب كامل الدسم. طول عمرك اكسلانت. وانت طول عمرك اكس لارج. لا ده انا عاجبك قوي. لو ميه هنا كانت قالت لك. عيب عيب، مش قدام البنات. البنات دي ابريه ما يعرفوش حاجه. ايوه صح. مش كده؟ امال هي فين؟ لا هي بتغسل لي شويه شرابات، بس معايا واحده انقح منها. الانسه لوليتا. تقدمي يا لوليتا هانم. لوليتا. لوليتا مين يابا؟ دي البت لميس بتاعت السبتيه. تلحقي توصلي للعمده يا لميس؟ الله، ايه يا بيبي؟ بيبي كمان؟ ده المكان النهارده بقى طفش على الاخر. انا عاوز اسخن السهره، ايه رايكم؟ هتعمل ايه يعني؟ $200 مني للي هترقص على الغنوه الجايه دي. تحبي غنوه ايه يا بيبي؟ انت معلم. اشكرك يا روحي، ربنا يخليك. لا يا بيبي، الاغنيه اسمها انت معلم. طول عمرك بتكسفيني. الو يا زوما، انت فين؟ انت فين يا كبير؟ خلصت يعني؟ طب يلا يا معلم تعالى نسألك سبار، ده الدنيا هنا والعه يابا قوي قوي قوي. يلا ماشي، مستنيك ما تتأخرش بقى. ادي جامد عشان جامد ما فاتش. منك نتعلم. اهلا يا حبيبتي، جيتي يعني بسرعه بس كويس. كامل لسه نايم حالا. انا مش عارف الواد ده اتسهل من ايه، هو انت موكله ايه عشان يتسهل؟ اسهال اسهال اسهال. خلاص يا ماما،
والله العظيم وحياة ربنا انا عرفت ان تامر عنده اسهال. نعمل ايه بقى؟ ننزل خبر في الجورنال ولا اعلان في التلفزيون؟ مالك فيكي ايه؟ شكلك كده ما توفقتش في مقابله الشغل، هتطلعي فريتك عليا. لا طبعا ما توفقتش. اتوفق ازاي يعني؟ ما انا سبت الناس ومشيت لما لقيتك بتكلميني ومحتاسه وبتزعقي ومش عارفه تتصرفي، رحت جايه على طول. طب اعمل ايه؟ الواد عيان يعني، ما خافش؟ ما كلمكيش في التليفون؟ حاضر يا سما، المره الجايه هبقى اعمل كده. يا ماما انا عايزه افهم حاجه واحده بس، حاجه واحده. انت ليه لما يبقى جنبي حد او بتكلم في التليفون مع حد بتستخدمي كده الفاظ غريبه مش بتاعتك وبتزعقي ليه؟ بس هتعملي لي ادب ولا ايه؟ ياخدوا روحي شوفي ابنك، اجري اجري خشي. ايوه يا رهام. لا زفت. عرف اني مخلفه، اتقلب بقى واحد تاني خالص، زي ما يكون نزل عليه سهم الله. وشه قلب كده وقفل، وقرر فجأة انه ما يتعشاش وطلب قهوة. ده هو يعني الواد اللي نفسه تسدد. رحت سايباه وماشيه. طز فيه. ولعلمك بقى هتلاقيه كمان ربع ساعة بيتصل، حتى لو ما اتصلش خلاص بقى في 60 ده. اوصل المقاول. تحب اكلمه ولا اشوف حد تاني؟ حازم، حازم انت مش معانا ولا ايه؟ لا لا معاك، معلش يا جماعه انا بس مرهق شويه. طب خلاص خلينا نقعد في وقت تاني. يلا بينا.
مالك يا حازم في ايه؟ مش عارف علاء، بفكر في سما طول الوقت. صحيح انا قفلت لما عرفت ان هي مطلقة وعندها ولد، بس برضه حاسس اني مشدود ليها جدا. طب ما تصاحبها شويه خلاص. والنبي يا علاء ما تقفلنيش منك. اصاحبها ايه يا اخي؟ بقول لك عايز اتجوز واخلف، وكمان انا متاكد ان هي مش بتاعت الكلام ده. بقول لك ايه، ما تحيرنيش معاك. ما انت اللي مش عايز تتجوز واحده عندها عيل وفي نفس الوقت عاجباك، يا تنجز في الموضوع ده وتتجوزها زي ما هي كده، اتكبر دماغك بقى. وكمان ما تقنعنيش يا حازم ان انت لحقت تحبها. بقول لك بفكر فيها طول الوقت، ساعات ببقى عايز اكلمها واجي امسك التليفون بس بمنع نفسي. طب كلمها، افهم منها يعني الواد عنده كام سنه، هيعيش معاك ولا لا. خد كده ودي معاها في الكلام يعني طالما هي داخله دماغك. مش عارف يا اخي، انت ما شاء الله عليك زي الفل في كل حاجه، عيبك الوحيد التردد. انا بقى حاسم امري واخد قراري، انا هقوم اطلب اكل. عارفه يا ريكو، لما تلاقي انسان كده كل حاجه فيه عجباكي وهو كمان معجب بيكي وهيتجنن عليكي كمان، ده بيبقى احساس غريب جدا، ما بيحصلش كل يوم وصعب قوي تلاقيه ومش شبه اي حاجه تاني. بس انا مش فاهمه انا عرفته ليه وقابلته ليه، كل ده حصل ليه طالما الموضوع هيخلص بسرعه كده. طب يا حبيبتي يمكن يرجع يتكلم تاني. انا قلت كده في الاول، قلت هيتكلم او هيبعت رساله على الواتساب. دلوقتي بقاله 3 ايام ولا اتكلم ولا ظهر. خلاص انا شكلي لازم انسى الموضوع. طيب انا كنت عايزه اكلمك في موضوع كده، بس كنت مستنيه الوقت المناسب. انا جايبه لك حته عريس وقايله له على كل ظروفك ومستعد اتجوزك ان شاء الله دلوقتي حالا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ريهام؟ ايه اللي انت بتقوليه؟ هو انا عايزه اتجوز وخلاص؟ انا اصلا قفلت من الجواز. عارفه، هو يمكن حازم كان البني ادم الوحيد اللي كان ممكن يخليني افكر تاني في حاجه زي دي. لا معلش بقى بلاش افوره، انت قابلتيه مرتين اتنين، تاني مره قلت ان هو طلع عبيط واهبل وتافه. منين بقى جالك الاحساس ده؟ ده احساسي بقى يا ريهام، وانت عارفه ان انا بصدق احساسي وكتير بيطلع صح. ماشي، انا كمان بثق في احساسك قوي طبعا، خصوصا بعد اللي حصل مع جوزك. بحس انك مكشوف عنك حاجات. يا شيخه بلاش الموضوع ده، بلاش الموضوع اللي يسد النفس ده، وانا مش ناقصه. بصي، حتى لو اتكلم او بعت رساله او يعمل اللي يعمله انا مش هرد عليه. ايوه انا مش تحت امره. ايه ده؟ هاتي الموبايل كده. ده حازم بعت رساله على الواتساب. طب شوفي بيقول ايه. ايه الهبل ده؟ البيه بعت نكته. نكته ازاي يعني؟ نكته يعني نكته بيستظرف تترارارا تتا. ايه ده؟ بيستهبل ده ولا ايه؟ طب ما يمكن ورا النكته دي رساله معينه. ولا رساله ولا زفت. بيقول لك واحد بيقول لصاحبه هو انا لو بوست اختك هنبقى نسايب؟ قال له لا هنبقى خالصين. والله حلوه. ولا حلوه ولا نيله، دمه زي السم اصلا، ده اصلا عيل مستفز. يا عبيطه، ده بيتلكك عشان ترجعوا تتكلموا تاني. ما هو ممكن يكون باعتها لكل اصحابه يعني، مش ليا انا مخصوص. ايه ده؟ ده بعت تاني بيقول لي عجبتك؟ اقول له ايه؟ ما ترديش، سيبك منك سيبك. مش هرد عليه. ردت؟ لا ما ردتش، قلت لك نكته بايخه بصراحه، كان اقتراح منك زي الزفت. انا قلت لك ابعت قول هاي، قلت لي لا. ابعت اغنيه، قلت لي ما بحبش الجو ده. ابعت قول اي حاجه، قلت لي لا. طب اعمل انا ايه بقى؟ شكلي غلطت بقى وهتتنك عليا، وانا ما بحبش الجو ده خالص. بقول لك ايه، انت مش خلاص حسمت امرك وقلت مش مهم موضوع الواد ده؟ خلاص يا معلم، دوس واتصل وانجز. انا برضو لسه ما حسمتش امري، انا مش قادر اتقبل فكره ان هي مطلقه وعندها ولد، وفي نفس الوقت برضو مش قادر انساها. يا عليك يا حازم، انت مرهق بجد. بقول لك يا معلم، لما تعرف انت عاوز ايه قول لي وانا اساعدك، انا جاي معاك في اي مصيبه. ما هي المصيبه بقى انا مش عارف انا عايز ايه.
فدا من بدري. كنت بحكي لعلاء بس مفادنيش بحاجه بصراحه. علاء مين ده اللي تحكي له بس؟ علاء ده ضايع. قولي البنت دي اسمها ايه؟ اسمها سما. نعم. اسم غريب صح؟ لا اسمها عادي جدا، بس مش ده الموضوع. طب قولي اسمها سما ايه؟ سما الشربيني؟ ايه ده وانت عرفتي منين؟ انا مش مصدقه، دي صدفه عجيبه جدا. حازم انت لازم تنزل دلوقتي وتكتب عليها فورا. لا فهميني بقى ايه الموضوع. هفهمك يا سيدي. فاكر من فتره لما قلت لك انا جايبه لك عروسه بس مطلقه ومخلفه؟ لا ما تقوليش. لا هقول. هي سما. في واحده صاحبتي كومن معاها. عايزه اقول لك سما دي مزه السنين. انا شفت صورها، بنت مؤدبه وبنت ناس وسمعتها زي الفل. وفي وسط كل البنات اللي سالت عليهم محدش اجمع على بنت زي ما اجمع على سما. سبحان الله، صدفه عجيبه جدا، بس اظن دي علامه واضحه. وكل المسائل اللي شغلاك عاديه وبسيطه وليها حلول. بص يا حازم، انا عايزاك تنزل دلوقتي وتكلمها وتصلح الموقف. بس انا برضو متردد من فكره ان حازم بجد بقى بلاش فكره التردد بتاعتك دي. انت عارف كويس قوي ان انا عمري ما كنت متحمسه انك تتجوز واحده كانت متجوزه قبل كده، بس دي بالذات انا ضمناها. بليز يا حازم. مساء الخير يا فندم، حضرتك الاستاذه سما الشربيني؟ ايوه. اتفضلي يا فندم. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي من المهندس حازم سيف الدين، ممكن حضرتك بس توقعي لي؟ حاضر. ماشي، الف شكر يا فندم، اتفضلي. شكرا. انا اسف، ارجوكي لما اتصل رد عليا. لو سمحت. ايوه فهمت. بقول لك ايه، ما عندكش مزيكا تانية؟ يعني حاجة اهدى كده شوية تكون رومانتك. طبعا في. طب ينفع تحطها؟ طبعا حضرتك ينفع. طب تمام. طب والنبي غيرها لي بس بسرعة. اكيد يا حاجة كده على مزاجك. تحت امر حضرتك. تسلم. اتفضل. هاي. هاي. معلش سوري، اسفه اني اتاخرت. لا لا ابدا، انا اللي بشكرك انك انتي جيتي النهارده. لا على ايه، مفيش مشكله. ها خير، انت كنت عايز تشوفني ليه؟ كنت عايز اقول لك ان انا اسف. اسف على ايه بالظبط؟ يعني على طريقتي المرة اللي فاتت واختفائي الكام يوم اللي فاتوا دول. مش عارفه يعني، بس حاسه انه عادي انك تختفي. مفيش بينا ما يستدعي انك تكلمني كل يوم مثلا. من غير لف ولا دوران. بصراحة كده أنا اتفاجئت من فكرة إن أنتي كنت متجوزة أو مخلفة. تشربوا حاجه يا فندم ولا اجيب منيو العشاء؟ تحبي تاخديه؟ لا ولا حاجه، اصل انا مش هطول. طيب كمان شوية. تحت امر حضرتك. شكرا. ها كنت عايز تقولي ايه قبل ما الويتر يجي؟ يعني بقول لك إن أنا اتفاجئت من قصة إن أنتي متجوزة ومخلفة دي. وانت مالك اصلا؟ قال لي إزاي يعني؟ انت مالك اذا كنت متجوزه ولا مخلفه ولا متنيله على عيني ولا اي حاجه؟ انت ليه محسسني ان انت مثلا طالب ايدي وانا اتخبست عليك وخبيت عنك ان عندي ولد؟ طب في إيه؟ طب بالراحة شوية، أنتي داخلة فيها شمال ليه؟ لا اصلك يعني واثق في نفسك بطريقه مستفزه بصراحه. بصي أنا صحيح ما كلمتكيش في ارتباط رسمي، بس دي كانت نيتي. وماله؟ بس مين قالك بقى ان انا كنت هوافق؟ انت ليه متخيل ان مجرد ان دي رغبتك يبقى خلاص اكيد انا هوافق؟ مش بقولك واثق في نفسك بطريقه مستفزه؟ طب بص يا ستي، أنا بكلمك دلوقتي بشكل واضح وصريح. أنا مستعد دلوقتي أجي أتقدم لك وأطلب إيدك من أهلك. أنا بقى موافقة ولا لأ؟ شيء غريب جدا. انت عبيط؟ يا فندم؟ سوري مش قصدي يعني، بس انت ما تعرفنيش كويس اصلا، ما تعرفش حاجه عني. أنا عارف وعندي معلومات كتير،
وكل اللي متأكد منه إن أنا لقيت الإنسان اللي أنا بدور عليه. ما تسوقيش فيها بقى، كفايه كده لا يطير. طب بصراحة انت فاجئتني، انا محتاجة افكر شوية. طبعا، خدي وقتك، معاكي 5 دقايق. انت بتهزر؟ دي ماما تاني. طب والله ما انا راضية. هناكل ايه؟ انا جعانة. يلا لو سمحت شوف يا ترى صح اللي أنا بعمله ده ولا غلط؟ بصراحة البنت عجباني، وعمر ما حد قبل كده عجبني بالشكل ده. بس هل ده معناه إني بحبها؟ يعني لو اتجوزتها وبقت بتاعتي هيكون إيه إحساسي بيها وبابنها؟ مش عارف، بجد مش عارف. ايوه سمسم. لا ابدا، قاعد في البيت بشتغل شويه، بس بيني وبينك قاعد مبسوط قوي كمان. مبسوط قوي مرة واحدة؟ طب ليه؟ طب مش رجعنا نتكلم تاني، بقينا بنشوف بعض كل يوم، وكمان فاضل 3 أسابيع على عيد ميلادك. كل ده يعني مش عايزاني ابقى مبسوط؟ ربنا يبسطك كمان وكمان يا سيدي. بس في حاجة كده مهمة عايزة أقولها لك وكل يوم بنسى. يا ريت يعني الموقف اللي حصل منك قبل كده ما يتكررش تاني. بصراحة يعني مسألة إنك تختفي فجأة دي ممكن تكون مقبولة أول مرة، بس المرة دي صعبة قوي يا حازم. يا ريت ما تعملش كده تاني. الموضوع ده بصراحة بيضايقني جدا، وبعدين أنا بحب أواجه مشاكلي وما بحبش أستنى حد. خلاص يا ستي، ربنا ما يجيبش ولا زعل ولا ضيق. بس أنا كان في شوية حاجات كده كنت عايز أتكلم فيها معاكي، بس ما جاتش فرصة يعني. حاجات زي إيه؟ يعني علاقتك بطليقك، سبب طلاقكم، حاجات كده يعني. لا ده موضوع طويل وعايز قعدة. ثواني. أيوة يا ماما. ايوه ايه؟ داخله عادي، هتكملي المكالمه. بس أنا معايا تليفون ومش عايزة أتكلم قدامك. ايه البجاحه دي؟ اقفلي التليفون ده. أيوة يا حازم، معلش اقفل، أنا هكلمك تاني. حازم؟ حازم مين بقى إن شاء الله؟ يعني إيه حازم مين إن شاء الله؟ ده واحد بيحبني وعايز يتجوزني. والله؟ وطلع منين ده؟ يعني إيه طلع منين يا ماما؟ ده راجل أنا اتعرفت عليه واتكلمت معاه وما عنديش أي مانع شخصيا إن أنا أتجوزه. بصي بقى اسمعي، عايزه اقول لك على حاجه. انا بقى ماليش في العك ده. انت ومطلقه، يعني ليكي وضع له حسابات مختلفه تماما. انت فاهمه ولا احب افهمك؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده يا ماما؟ أولا أنا ما بعكش وما تربيتش على إني أكون عكاكة، وأظن إن أنت عارفة كده كويس. لا للاسف كنت فاكره ان انا عارفه كده، لكن اتضح ان انا كنت فاهمه غلط. يعني لما تكوني تعرفي واحد وبتخرجي معاه كل ده من ورا ظهري وانا نايمه على وداني، يبقى ايه؟ اسمعي ما اقول لك، اوعي تتخيلي ولو لحظه انك ممكن تكبري عليا، او عشان ابوكي مش موجود على وش الدنيا ان انا هسيبك تمشي على حل شعرك. اولا يا ماما انا ما غلطتش. ثانيا ابويا لو كان عايش الله يرحمه ما كانش هيقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. لا انت غلطتي، لان انت خبيتي عليا كل حاجه. يا حبيبتي افهميني، انا مش ضد ان انت تتجوزي، بالعكس ده انا امك، يعني اكيد عايزاك تتجوزي احسن جوازه في الدنيا. بس مين العريس ده؟ وريني العريس ده. مين العريس يا حبيبتي اللي عاوز يتجوز واحده مطلقه وعندها طفل وكمان عندها مشاكل انها ممكن تحمل تاني؟ صدقيني يا حبيبتي، لو لقيتي العريس ده انا هكون اسعد ام في الدنيا. الو. ايوه يا حازم، لو سمحت احنا ممكن نتقابل بكره ضروري؟
تخيل واحدة تكون بتولد وتسأل على جوزها هو فين، يقولوا لها ما استحملش اشوفك بتتألمي. طبعا هتحس قد ايه هو بيحبها وقد ايه هو انسان رقيق. تخيل بقى ان ماما تروح البيت عشان تجيب لي حاجة، تلاقيه هو واحد صاحبه جايبين بنتين وقلبينه بيت دعارة. هو في كده؟ ايه الحقارة دي؟ ماما اصلا ما استحملتش المنظر البشع اللي شافته ده، اغمى عليها على طول واتنقلت على المستشفى. الغريبة بقى ان انا كنت قايلة لريهام صاحبتي اني حاسة ان ماما هتروح هتلاقي حاجة مش مظبوطة. غريبة، اكيد ده مش طبيعي، لازم يبقى مريض. لا وحياتك ولا مريض ولا حاجة، انت لو شفته هتحس انه بني ادم كويس قوي وراقي ومحترم. ده انا صاحباتي اصلا كانوا بيحسدوني عليه. بس ياما في ناس بوشين. وانت علاقتك شكلها عامل ازاي بيه دلوقتي؟ مفيش علاقة خالص، حتى ابنه ولا بيسأل عليه ولا بيصرف عليه. يا ما بيشوفش ابنه خالص؟ انت عارفة، انا لما بحلم بالجواز اكتر حاجة بفكر فيها العيال. نفسي اخلف ولاد كتير جدا، نفسي يبقى عندي 4، يعني لي ولدين وبنتين. انت عندك استعداد تجيبي ال4 ولاد دول؟ دي حاجة بتاعت ربنا طبعا. أنا ما عنديش أي مانع أكون أم ل5 أولاد أو 4، بس ايه؟ أنا بصراحة يا حازم حبيت أقابلك النهاردة عشان أكلمك في موضوع الخلفة ده. ايه الحكاية دي بقى؟ نرجع في كلامنا ولا ايه؟ انت لسه قايلة دلوقتي إن عندك استعداد تخلفي. لو مستكترة 4 يا ستي نخليهم 3، بس مش أقل من 3. أوعدك إن أنا أعمل تامر زي ما بعمل ولادنا. المشكلة إن تامر ابني أنا خلفته عن طريق البيبي تيوب، يعني طفل الأنابيب. كان بصعوبة جدا. بيبي تيوب؟ أنا عندي حالة كده، يعني حاجة زي التصاقات في الأنابيب، وده بيخلي الخلفة صعبة جدا. إيه؟ أطلب لك قهوة ونلغي الغدا؟ أصل أنا شايفة نفس الرياكشن بتاع المرة اللي فاتت. بص يا حازم، هي دي أنا متطلقة ومخلفة، واحتمال كبير معرفش أخلف تاني. فلو عايز تكمل تمام، لو حاسس إنك مش قادر يا ريت تقولي ودلوقتي. لا أبدا، مش عارف أقول إيه، بس مش عارف ليه مصممة تفاجئني بحاجات معرفش عنها أي حاجة. المهم إن كلها حاجات مهمة وخطيرة. اللي أنت بتقوله ده مش حقيقي. أنا المرة الأولانية ما كانش مطلوب مني أحكي لك أي حاجة عن حياتي الشخصية، والمرة دي أنا جاية بنفسي عشان أقول لك الحقيقة. يعني أنا ما خدعتكش. بس أنا اللي فتحت الموضوع. يا سلام، فرقت في إيه يعني؟ أنا جاية بنفسي بقول لك عشان أكلمك في موضوع الخلفة. كون إن أنت كلمتني فيه الأول ده ما يغيرش حاجة في الموضوع. أنت بتكدبني؟ مش بكدبك، بس يعني المفروض إنك أنت. أنا نفسي أجيب لك مراية تشوف شكلك دلوقتي عامل إزاي، واحد تاني خالص. أنا عايزة أمشي. استنى يا سما. أنا همشي يا حازم، ولما تبقى عارف أنت عايز إيه يبقى قولي.
ترقيتي شوية يا فندم. يا ريتك. انا مش هقدر اتجوزها. مش عارفه اقول لك ايه، بس يا حازم انت لو بتحبها بجد هتتجوزها من غير ما تفكر في اي حاجه تانية. بس انت كده جارحها قوي. انت بقالك قد ايه ما كلمتهاش؟ شهر تقريبا. شهر؟ ده الموضوع كده خلص وانتهى. انا نفسي اعرف انت ليه ما خدتش رايي؟ واخد رايك ليه يعني؟ كمان انا طلعت السخنه وقفلت موبايلاتي كلها لما رجعت لقيت الدنيا متدربكه عندي في الشغل. وانا هناك قعدت افكر، لقيت ان انا كده هبقى بظلم نفسي لو اتجوزتها. وكمان الحب مش كل حاجه يعني. صدقني يا حازم، الجواز اللي من غير حب ما بينجحش. وبعدين ما تعالجها يا اخي لو ينفع. انت ايه مشكلتك، الفلوس؟ او حتى اعمل بيبي تيوب. وبعدين اصلا الكلام ده لو هي رضيت ترجع لك. انا مش عارف افكر ولا عارف اخد اي قرار. حتى كلامك مش عارف ارد عليه. هانيا والنبي سيبيني اقعد مع نفسي دلوقتي. انت حر يا حازم. طبعا زمان دلوقتي في المستشفى. لا ما تحديه، صيبت عليك. لا رايحه فين يا سما؟ نازله رايحه النادي انا ورهام، لقيتك نايمه ما رضيتش اقلقك. يا حبيبتي انا ملاحظه ان انت من يوم موضوع حازم اللباس ده وانت مش عجباني. ممكن تيجي تقعدي معايا شويه، عايزه اتكلم معاكي. مين ده عشان يبقى تاثيره عليكي بالشكل ده؟ الموضوع يا ماما مش موضوع حازم، الموضوع ان انا حاسه اني محبطه بس. محبطه ليه بقى ان شاء الله؟ محبطه ليه؟ مش حال ما كنتيش عايشه معايا وعارفه كل ظروفي. يعني مثلا ليه واحده في سني تتحرم من انها تعيش مع راجل بيحبها وبتحبه؟ هو انت بس يا بنتي لوحدك كده؟ ما في زيك كتير واحسن منك ووضعهم زي وضعك بالظبط. يا ماما انا الست اللي جوزها خانها وهي بتولد. فجاه بقيت انا اللي معيوبه وانا اللي عندي مشكله. مين قال ان فيكي عيب ولا عندك مشكله؟ الواقع بيقول كده. جوزي اللي خاني ده اتجوز وعايش حياته عادي، مش كده ولا لا؟ وانا خدت لقب مطلقه ومرميه في البيت اهو. ده غير موضوع الحمل والمشكله اللي عندي. ليه دايما باصه على مشاكلك انت بس؟ ليه مش باصه على نعم ربنا عليكي؟ طب انا هقول لك حاجه، لو انا هديكي دلوقتي 20 مليون جنيه مش هتبقي مبسوطه؟ لا مش 20، هديكي 100 مليون. مش هتحسي ان انت فرحانه واسعد بنت في الدنيا ومحظوظه؟ اكيد. طب لو اديتك ال 100 مليون بس قلت لك هاخد ابنك ده منك، شفتي؟ حسيتي بنعمه ربنا عليكي؟ يا سما يا حبيبتي، كل شيء في الدنيا دي اسمه نصيب، ولو ليكي رزق في الدنيا دي هتاخديه. جمالك ده رزق، صحتك رزق، ابنك ده رزق. كلامي صح ولا غلط؟ يا ماما والله العظيم انا راضيه، بس ساعات بتحصل حاجات في حياتي بتطلعني لسابع سما وبعد كده بلاقيها راحت من ايدي. طب كانت جت ليه من اصل؟ ايوه يا حازم، انا خدت لك ميعاد بكره مع احسن دكتور في مصر بيعمل الموضوع ده. ممكن تروح له بكره؟ اوكي خلاص، هعدي عليك بكره الساعه 8 بالليل. باي باي. المهم الحمد لله على سلامتك ونورت مكتبك. الله يسلمك. طب والله يا زوما المكتب كان مضلم من غيرك. تسلم. ما قلتليش بقى هانيا ليه مستموته وعاوزه اتجوزك سما؟ اشمعنى يعني؟ هانيا عايزه تجوزني وخلاص، وهي مقتنعه بيها. ده غير ان هي حاسه ان انا اول مره احب بجد. بس تخيل فكره اطفال الانابيب دي جامده برضو. ما تدوس يا معلم. سما بقى موقفها ايه منك؟
بخش على الاكونت بتاعها بلاقيها كاتبه كلام يبين ان نفسيتها مش حلوه. يعني نوعيات بقى خداع وكذب وحاجات دي يعني. احب اطمنك يا معلم ان الباب لسه مواري بسيكه. انت تروح ميعاد الدكتور، لقيت الدنيا حلوه دوس. شوف ليه دايما باصه على مشاكلك انت بس؟ ليه مش باصه على نعم ربنا عليكي؟ لو انا هديكي دلوقتي 20 مليون جنيه مش هتبقي مبسوطه؟ لا مش 20، هديكي 100 مليون. مش هتحسي ان انت فرحانه واسعد بنت في الدنيا ومحظوظه؟ لو اديتك ال 100 مليون بس قلت لك هاخد ابنك منك. يا سما يا حبيبتي، كل شيء في الدنيا دي اسمه نصيب، اسمه نصيب، اسمه نصيب. يا سما ازيك يا حبيبتي؟ انت اتاخرتي كده ليه؟ معلش والله الدنيا كانت زحمه قوي. طب ليه غيرتي المكان؟ ليه ما رحناش النادي يعني؟ انت لو وافقتي هعرفك على حته راجل محترم وعارف كل ظروفك، قلت له كل حاجه عنك. مستني مني بس تليفون كمان نص ساعه عشان يجي يتعرف عليكي ويتقدم لك. ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا هموت على الجواز وخلاص؟ اي راجل معدي. هو فعلا معدي فلوس ومستقبل وكل حاجه. لا يا ريهام، هو انا لحقت انسى حازم عشان افكر في غيره؟ الله يخرب بيت حازم واليوم اللي دخل فيه حياتك اصلا. يا بنتي كفايه نكد وقرف. ده حتى يوم عيد ميلادك كنا المفروض نعمل فيه ونسوي، قضيتيه في نكد وعياط. ليه وعشان ايه؟ فوقي بقى يا سما من اللي انت فيه ده. مساله وقت يا ريهام، كلها مساله وقت. بس انا عايزه اسالك سؤال. هو انا بني ادمه وحشه؟ يعني انا بعمل حاجه غلط مزعله ربنا مني؟ استغفر الله العظيم يا رب، ما تقوليش الكلام ده يا سما. بالعكس بقى، انت احسن من ناس كتير. وبعدين انت بس المشكله انك مش فاهمه الدنيا صح. بس انا عمري ما تمنيت حاجه وحققها لي، ولا في جوازي ولا في شغلي ولا في الراجل اللي حبيته. حتى ابويا اللي كنت بدعي ربنا ليل ونهار انه يطول في عمره يخليهولي، راح هو كمان. استغفري ربنا كده واحمديه وادعي له يحفظ لك ابنك. وبلاش بقى اسمعك تقولي الكلام ده تاني. وبعدين ما انا اهو قدامك متجوزه ومش مبسوطه في جوازي، وشغاله موظفه زي اي موظفه تافهه وبمرتب تافه، وبحمد ربنا وبشكره. انت كمان هتقولي لي نفس الكلام اللي ماما بتقوله لي؟ محدش فيكم حاسس بيا. انا ما بقولش كلام حد، انت بس ثقي فيا وسيبيني اكلمه واعرفك عليه. الدكتور يوسف الجبالي ده راجل محترم جدا. بقول لك ايه يا ريهام، اوعي تعملي حاجه من غير ما تقولي لي، وما تحرجنيش مع حد، ابوس ايدك. بقول لك ايه، هو انا عبيطه؟ انا عارفه ايه اللي يناسبك وايه اللي ما يناسبكيش، بس انت مش ورايا. وبعدين يا ستي لو ما عجبكيش نديله سكه. خلاص فكي بقى يا شيخه، قطع الرجاله وقطعت سيرتهم. شوف يا فندم، في اسباب كتيره قوي للالتصاقات، منها مثلا عمليات فتح البطن، الالتهابات في الحوض، جفاف الانسجه اثناء اجراء العمليه الجراحيه. يا دكتور انا مش عايز اعرف هي بتيجي من ايه. هي دلوقتي موجوده، في علاج بقى ولا مفيش؟ طبعا انا بنفسي عملت دراسات في الموضوع دوت يا دكتور المهم في علاج ولا لا؟ طب ممكن نشوف الحاله الاول، عشان احنا كده بنتكلم كلام نظري وانا عاوز احدد بالظبط انتوا عايزين ايه. يا دكتور كل الموضوع ان احنا محتاجين رأي طبي عشان ناخد قرارات مهمة جدا. قرارات زي ايه بالظبط؟ قرارات خاصة بالجواز. طب ممكن افهم مين اللي هيتجوز، حضرتك ولا حضرتك؟ يا دكتور صلاح، الحالة اللي احنا بنكلم حضرتك عنها دي حالة عروسة حازم اخويا. يعني افهم من كده يا استاذ حازم ان هي لو ما بتخلفش وانت بتحبها برضه مش هتتجوزها؟ هو حضرتك دكتور امراض نساء ولا دكتور امراض عصبيه ونفسيه؟ طبعا دكتور امراض نساء. طب ما تجاوبني في النساء يا دكتور، في علاج ولا مفيش؟ في تقنيات جديده، في اطفال انابيب، وكل دوت بيساعد على كثره الانجاب، بس ده طبعا بيرجع لايه؟ شده الالتصاقات. المهم ان في حل، مش مسألة مستحيلة. طبعا مفيش حاجه مستحيله في الطب، وبرضه مفيش حاجه مضمونه 100%. انا وحظي يعني. المهم ان في امل. طبعا انا كده قلت رايي الطبي، ممكن تسمحوا لي ان اقول رايي الانساني؟ اتفضل. شوف يا استاذ حازم،
لو نويت تتجوز ما تتجوزش الست اللي انت حاسس انك عايز تعيش معاها. اتجوز بس الست اللي ما تقدرش تعيش من غيرها. استنى هنا، انا عايزه اعرف انت ساكت ليه دلوقتي؟ اقول ايه يعني؟ قولي رايك في اللي انت سمعته. انت رايك ايه؟ المهم رايك انت. وعموما يا سيدي بالنسبه لرايي انا، فانا شايفه ان بعد اللي احنا سمعناه من الدكتور ده اظن مالكش حجه، ولازم تصلح الموقف. وانا لو ما كنتش مسافره السخنه بكره انا كنت جيت معاك وصلحت الموضوع. اتمنى انك تكلمني بكره تقولي انك عرفت تظبط الموضوع قبل ما انت كمان تسافر المانيا. ان شاء الله. متشكر عني على كل حاجه. حلو قوي. يعني هو قال لك ممكن يبقى في حمل؟ قال لي ممكن وممكن لا. عادي. طب ما انت ممكن تبقى سليم وهي برضه سليمه، برضه ما تخلفوش. يا ابني دي بتبقى ارزاق. بص، اعمل اللي انت عايزه. انا بيني وبينك اتخنقت من الموضوع ده. بصراحه بقى يا حازم، انت من ساعه الحكايه دي وانت منفض الشغل خالص. الدنيا بتقع كده، مش هينفع يا برنس. انجز في الموضوع بقى، تتجوزها تفكك منه وتريح نفسك وتريحنا. يا اخي كل ما اخد خطوه في الموضوع ده الاقي نفسي متكتف، مش قادر اخد فيه قرار. عموما انا مسافر المانيا قاعد 20 يوم هناك، لازم هناك ارجع بقرار حاسم. ايوه علاء. انت جيت يا كبير، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بقول لك ايه، تقدر تخش على النت دلوقتي؟ طبعا اقدر. ليه؟ خش على صفحه سما كده، شكلها عامله لي بلوك. يا راجل بستنى كده، انا فاتح الفيسبوك اساسا. هي الصفحه بتديك ايه؟ انا افيلبل. اوبا، يبقى رزعك بلوك يا معلم. انت متاكد؟ طبعا، صفحتها قدامي اهي. طيب ماشي. معقول سما تكون ضاعت مني؟ أنا خلاص حسمت الموضوع. لا يا سما، أرجوكي أرجوكي سامحيني. أنا اللي ضيعتها، غبي غبي.
وانا كمان والنبي هات لي زيه. منور يا حازم بيه. تصدق ان انت اخر واحد في العالم انا محتاج ان انا اشوفه دلوقتي. ليه يا اخي؟ ده احنا بنحبك حتى. هو البعيد ايه؟ تيس جبله يا اخي، انا ولا بحبكم ولا بطيقكم خلاص. على فكره انا هفاجئك مفاجاه، انت دمك تقيل وقرن وعايش حاله مش حالتك. وعلى فكره مايا كمان ما بقتش تجيب سيرتك وزعلانه منك. وانزل على الارض وعيش وسطينا يا اكسلانس. لا صعب جدا، ما اقدرش انزل للمستوى الزباله اللي انتوا فيه ده. على فكره انت كلك عيوب، مغرور ودمك تقيل وبايخ، واكتر من كده بكتير قوي. وعايز اقول لك كمان ان احنا ما بقيناش نحبك. اديني الكاس بتاعي يا اكسلانس بعد اذنك عشان امشي واسيب له الدنيا كلها. سعيده يا كامل الاوصاف. معقولة واحد زي ده يشوف فيا أخطاء وعيوب؟ طب ما هو أكيد فيك أخطاء وعيوب يا حازم. كبر وتردد وطمع، عايز كل حاجة على مزاجك. فاكر نفسك إيه؟ دلوقتي بس اتأكدت إنك بتحبها بعد ما راحت. بس مش لازم أستسلم، لازم أحاول. زومة. أيوة علاء. نزلت؟ لا لسه منزلتش. طب وبعدين؟ أنا خايف لا تكون مش فوق أصلا. أنا بفكر أطلع لها. لا 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 يا ابني، تطلع فين؟ بلاش هبل. أنا بقالي 4 ساعات واقف الوقفة دي. أنت إيه معرفتش توصل لحاجة؟ بصراحة لا خالص، بس أنا بفكر يعني ممكن تبقى. طب اقفل نزل تاني. مع السلامة. سما. حازم، انتي بتهربي مني ليه؟ بكلمك كتير، تليفونك مقفول، والفيسبوك انت عامله لي عليه بلوك.
انت عايز ايه؟ جاي ليه دلوقتي؟ انا جاي اعتذر لك واقول لك ان انا كنت غلطان وغبي، طالع من ايدي اكتر واحده حبيتها في حياتي. انا مستعد اتجوزك دلوقتي حالا، وكل امل ان انتي تسامحيني. انت بقالك شهرين مختفي وجاي دلوقتي تقولي كده؟ شهرين اكلمك ما تردش، بسمع انك مسافر وبتروح وبتيجي عادي جدا وانا مش معبرني خالص، ودلوقتي قررت فجأة انك تتجوزني، والمفروض ان انا افرح واتبسط وزقطط ان الباش مهندس حازم سيف الدين بيه هيتقبل عيوبي البشعة ويتجوزني. مش كده ولا ايه؟ هو ده اللي انت مستنيه؟ انا عارف ان قلبك طيب وانك هتسامحيني، والاهم من ده كله انك بتحبيني زي ما انا بحبك. معلش، زي ما تقول كده كان فيه وخلص. كان فيه وخلص. معلش بعد اذنك عشان خطيبي جاي.